صاحيه من النوم لقيت الجو حر جدا، قلت لما لمع كده الاوضه يمكن الجو يطر شويه. لمعت الاوضه على طول، ما كنستش ولا عملت اي حاجه لان المساحه ديت بتلم اي حاجه موجوده في الارض. بعد ما خلصت تلميع بقى وضبط كده السرير، لقيت مالك جاي بيقول لي اطلبي لنا حاجه من بره، فخفخينه كده ولا قنبله ولا اي حاجه تطري على قلبنا، الجو حر. وزي ما انتم عارفين احنا ما بنطلبش حاجه من بره. فرحت فاتحه التلاجة وطلعت كل الفواكه اللي فيها. لقيت طبق مانجا كده متقطع مكعبات، وجبت عنب وتين وكمان تفاح وكنتالوب. بصوا لموا اي فاكهه موجوده عندكم في التلاجة وقطعوها كده كلها بالشكل دوت، مكعبات مكعبات كده صغيره. الطبق اللي احنا بنحضره دوت احلى طبق يتاكل في الجو ده، فعلا الجو حر جدا والواحد ريقه على طول ناشف وعايز حاجه كده تطري على قلبه. بعد ما نخلص تقطيع الحاجات المكعبات ديت، قدامنا حلين: يا اما ترشوا عليهم سكر وتسيبوهم هما ينزلوا كده العصير اللي موجود فيهم، يا اما تعملوا اي عصير بقى، برتقال، مانجا، او حتى لو في عصير معلب موجود عندكم ممكن تفضوه. ونديها تقليبه ونسيبها في التلاجة شويه، وبعد كده نقدمها بقى في الاطباق. ما تنسيش تعملي لايك للفيديو ومتابعه لصفحتي عشان يوصلك كل جديد. زي ما انت ما شايفه بنقدم الوصفات بطريقه سهله وكمان كوميديه، وفيديوهاتي هتعجبكم جدا. هنضيف على وشها بقى الايس كريم، ممكن تضيفوا حته بسبوسه كده بالسمنه البلدي، يا سلام تاخد الطعم في حته تانية خالص. او كنافه، او بلح الشام، او تسيبوها زي ما هي كده بيبقى طعمها بجد حكايه، وبترطب كده على قلبنا في الجو ده. حطيت طبعا البسكوت اللي بيحبوه. ما تنسوش اللايك والمتابعه لصفحتي، وانتظروني في فيديو تاني جديد.